delicious. السلام عليكم شباب. اليوم راح نكمل سلسلة المنتخب البرتغال في يورو 2024، وطبعا وصلنا لربع النهائي. راح نواجه منتخب الدنمارك الذي يحتوي على لاعبين مرة جيدين. يلا نبدي بالماتش الذي يجمع بين الدنمارك ضد البرتغال. هذا رؤوف خليف ينقل لكم مباراة اليوم. كريستيانو رونالدو، كرة لا تمر، تمنع سيناريو مر. برايثويت يحاول أن يلعبها بينية، اندفع إلى هناك، يستخلص الكرة بنجاح. ها هو كريستيانو رونالدو، واندفاع كبير، استخلاص ناجح، تدخل ممتاز وسليم بدون أخطاء. اعتراض في وقت مثالي، كانت الخطورة تزداد بشكل كبير. يرسل كرة طولية إلى المساحة الفارغة خارج المرمى. برأيي أن اللعب فاصل جميل من التمريرات، يلعب تمريرة مرفوعة. قام بالدور الدفاعي على أكمل وجه، دفاع 0-0. نتمنى مشاهدة هدف أو هدفين في الشوط الثاني. على الرغم من غياب الأهداف وندرة الفرص، إلا أن المباراة كانت مليئة بالندية. مسألة وقت يا ناس، فلا يمكن أن تنتهي الليلة النتيجة بيضاء بكل هذا الحماس. على تحركات عند مقعد البدلاء، أظن أنهم سيجرون تبديلا. فاصل من التمريرات الجميلة، يلعبها بينية. في المواجهة البدنية وحصل على الكرة. ما زلنا في انتظار تغير النتيجة، حيث لا يزال التعادل السلبي هو سيد الموقف. برايثويت يلعب كرة إلى اليسار، تدخل مش شرعي والخطأ موجود. بالتأكيد ليتصدى لكرة كهذه. كرة طولية إلى الأمام، مرت الكرة. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ يلعبها طولية، كرة رائعة إلى الأمام. هل ستصل الكرة إلى اللاعب في الأمام؟ بصفة سليمة وبكل القوة. عرض جميل من التمريرات، ماذا سيحققون منها؟ يلعب كرة إلى اليسار، يلعبها بينية ساقطة إلى الخط الأمامي، ويسدد ثانية. دانيال فاس لها بالمرسات، توزيعها إلى الأمام، افتكاك مميز خلصهم من الخطر. ينطلق نحو الخط الأمامي، هل يمكنه التسجيل؟ يستغل الفرصة ويسدد كرة جول. يا سلام، ربما يكون هذا هو هدف الانتصار في المباراة. يمكن استغلال المساحة إذا كانت التمريرة جيدة، وقد كانت سريعة ودقيقة ولذلك كانت ناجحة. إنهم متقدمون الآن، ولكن هل يمكنهم التماسك في الدقائق القليلة المتبقية؟ وتخرج الكرة إلى رمي التماس. مهارة كبيرة
ظافرته معلنا نهاية اللقاء. بالتأكيد يمكنهم تخيل مذاق الفوز بالكأس الآن، لكن عليهم الحفاظ على الهدوء والتركيز في مباراة. طبعا شباب، وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى لكم مشاهدة طيبة. باي باي.